أمورا 5 تعين على هدم الإسلام، إما بتآمر أعدائه أو بجهل أدعيائه. أولها ألا يعرف المسلمون أمور الجاهلية، فلا يستطيعون أن يفرقوا بين الإسلام وبين الجاهلية. وفي ذلك يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يهدم الإسلام إذا نشأ في الإسلام نشأ لا يعرف الجاهلية، أي إذا نشأ جيل لا يستطيع أن يفرق بين الإسلام وبين الجاهلية، فهذه من الأمور التي تعين على هدم الدين وعلى تحريف القرآن وعلى الاستمرار في الطعن في الله وفي رسوله وفي الإسلام، بحيث تموت الغيرة في قلوب هذا الجيل، الغيرة على الله وعلى رسوله وعلى الإسلام، لأنه لا يستطيع أن يميز بين الإسلام وبين الجاهلية، يظنها كلها سواء عند الله وعند رسوله. وها نحن نرى كثيرا من الأجيال المتأخرة لا تستطيع أن تميز بين الإسلام وبين الجاهلية، بل كثير منهم يسوي بين الإسلام وبين الجاهلية. ومن أعظم الدلائل التي تدل على أنهم لا يميزون بين الإسلام وبين الجاهلية أنهم يسمون الدعوة إلى الجاهلية بالتنوير وبالتحرير وبالتجديد. إذن يجب علينا أن نميز بين الإسلام المنزل من عند الله على رسول الله وبين الجاهلية بكل أنواعها وأشكالها. ذلك نعم الله على الذين لا يفرقون بين حكم الله وحكم الجاهلية. قال تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. لا يستوي حكم الله وحكم الجاهلية، لا يستوي حكم الله وحكم العشائر، لا يستوي حكم الله وحكم العادات، لا يستوي